على زيتين على قلب القفص إلى مدينة سيدنايا. هذا هو تمثال. حاليا هاي بداية المدينة اللي ارتبط اسمها باسم سجل سيدنايا. إلى مدينة سيدنايا. حاليا هاي بداية المدينة اللي ارتبط اسمها باسم سجل سيدنايا للأسف. مدينة سيدنايا هي إحدى أكبر المدن، يعني واحدة من أكبر المدن الموجودة بالقلمون، موجودة خلف مني بهذا الشارع. بروح على مدينة سيدنايا، ومعرض سيدنايا موجود بهذا الطرف خلفي مباشرة دوار سيدنايا. طبعا هاي المدينة مدينة سيدنايا التي ظلمها نظام الأسد وألصق فيها اسم سيدنايا الذي ارتبط بالمسخ البشري سجن سيدنايا الذي طبعا سوف تشاهدون لقطات منه من داخله. راح أعمل جولة حاليا من سيدنايا ومعرض سيدنايا، مدينتين جنب بعض بيفصلهم هذا الطريق الاسراد اللي بياخذ على معلولة. خلفي مباشرة مقام مار الياس الحي في معرض سيدنايا. الساحة الرئيسية ساحة كبيرة، كان في قبة كبيرة مكتوب عليها مقام مار الياس الحي. أحد المتطوعين طبعا عمل هاي القبة. منطقة جبلية تحت موجودة المعربة والتل. حاليا نازلين على الدرج لمكان الدير. عم يقول لي شي 200 متر 200 درجة تقريبا. وحاليا وصلنا لدير مار الياس. بعد ما اجينا وصلنا لقيناهم مسكرين، مع انه خبروني فوق ان المسؤول بيكون موجود. خلصنا من معرض سيدنايا ورايحين على سيدنايا. بداية الطلعة لدير شربين، والدير موجود براس الجبل. دير شربين موجود بأعلى منطقة في جبال القلمون. تحتاني طبعا لسه في جبال فوقها موجود فيها قرى مثل رنكوس، عسال الورد، وحوش عرب، ولكن خلفي مباشرة موجود تمثال يسوع المسيح. راح أعمل لكم نظرة خلفي مباشرة. إذا شايفين سهول سيدنايا ومعرض سيدنايا، والطرف الثاني راح تلاقوا الكنيسة موجودة بهذا المكان. هذا هو تمثال يسوع المسيح بحسب خبرنا الراهب. بنته روسيا، هدية من روسيا بعام 2013. منطقة مرتفعة جدا. هاي كهوف حسب ما خبرني كمان الراهب انه في مسؤولين اجوا حفروها بسبب استخراج كنوز. منطقة خلابة جدا، منطقة رائعة جدا. ننزل بواحد من هاي الكهوف نشوف شو فيه. حسب ما خبروني انه كان فيه عبارة عن، حاليا ما في، عبارة عن خرابي، ولكن بحسب ما خبرونا انه كان فيه كنز. نعم بيعملوا مثل الخلوة. ايوه يقعدوا نهار كامل. مو مثل ما قلت لي انه كان واحد من المسؤولين هدونك اللي هنيك. ايه بس هون هدول صغار نعم يعملوا خلوة بضل نهار كامل او ليل كامل ما بيشوفوا. ايوه تماما. اذا هون الرهبان كانوا يقعدوا يعملوا خلوة نهار نهارين ما يشوفوا حدا يتعبدوا ربهم بهذا المكان. وهي الكنيسة اللي موجودة بدير الشربين عمرها 1500 سنة. 1500 سنة. 500 ميلادي. بعدين تم بناء اللي حواليها، هاي الامور اللي حواليها. الكنيسة عمرها 1500 عام. هذا التعميد. هذا التعميد. اول ما يخلق الولد يحطوا مي وزيت. هون كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف. هاي اذا واحد بده يعترف بيجي لهون، هذا كرسي الاعتراف. هون لما تصير الصلاة نعم الكل يكون واقف هون، هني برا. هون بيقعدوا المصلين.
هاي موجودة بدير الشروبيم، وهون بيشغلوا شمع. ورجعوا أهلوه بال 1982. 1982 أعادوا ترميمها. نعم. كانت كنيسة قديمة من 1500 عام وأعادوا ترميمها مؤخرا بعام 1982. كنيسة صغيرة جدا حسب ما خبروني، انه حاليا مغلقة بسبب الاوضاع الامنية، ولكن راح ترجع تفتح مجددا. حاليا رايح على مكان جميل جدا موجود بمدينة دمشق، هو حديقة حيوانات. هي حديقة الحيوانات فيها تشكيلة واسعة من الحيوانات، منها اسود، نمور، كلا، دبب. طبعا راح تكون جولة شاملة ان شاء الله عن هذه الحديقة. الحديقة موجودة بشارع العدوي بمدينة دمشق. حاليا نحن بلشنا حديقة الحيوانات اللي موجودة بشارع العدوي، فيها طيور. يعطيك العافية. اسمك كريم؟ عبد الرحمن. هذا شو نوع هذا الطائر؟ عواتق. عاشق ومعشوق. هذا وين بسكن بالعادة؟ قارة افريقيا، مدغشقر، تنزانيا وكينيا. من 10 ل 15 سنة عمره. نعم. هذا اسمه راماج. هذا الطائر بيشبه العاشق والمعشوق كمان. هذا ببغاء، ببغاء الشمس. هذا الموطن الاصلي امريكا الجنوبيه وخاصه البرازيل. عمره من 20 ل 30 سنه بيعيش هذا النوع من الببغاء. ان شاء الله يكون واضح. الجميل انه هذا المعرض حديقه الحيوانات فيها تشكيله واسعه جدا من الحيوانات. بنصح اي شخص عم يشاهدني وموجود بالشام باستراد العدوي اللي داخل على باتجاه دمشق، طبعا باستراد باتجاه دمشق. في عندنا هون طير جنة بنغالي. هو طير صغير جدا، اذا شايفينه هون على الارض. ان شاء الله يكون واضح عليكم. هذا طيور الجنة، شايفين صورته؟ هذا هو موجود تحت. في عنا هذا الطائر ببغاء الريد رام، بموطنه الاصلي امريكا الجنوبيه واستراليا واسيا. بيعيش من 10 ل 15 سنه. هذا هو، الوانه زاهيه جدا ما شاء الله، الوان جميله. والله ما كنت متوقع اخي ابو علي انه يكون في هيك حديقه حيوانات ما شاء الله، وفي تشكيله واسعه. طائر الجاوا، جزر جاوا في اندونيسيا. هذا يعيش في اندونيسيا. هذا غزال المها، إذا سمعانين بهذا الاسم غزال المها. هذا الخروف الأسترالي، حجمه صغير. هذا صوف عليه ما؟ عم يبدل صوف. هذا الخروف الأسترالي اللي شفتوه خلفي. وهذا الغزال. هذا اسمه غزال الطفرة الأبيض. وهذا كمان غزال، في 3 إذا شايفينهم بنهاية القفص، كأنه له محل قرون كمان. هو لا بينزلوا بالصيف، بينزلوا بالشتاء بيطلعوا القرون. هذا الماعز السوري جبلي. هذا الماعز الجبلي بيجي رشيق وخفيف، بيعربش على الجبال. ننتقل. الماعز السوري بيجي حجمه اكبر طبعا. الشامية، الماعز الشامي. الماعز الشامي. نعم. هذا فرنسي. هذا الحصان الفرنسي القزم، بتلاقوه بسهول سويسرا، فرنسا. انا شفت منه بسويسرا وشفت منه بفرنسا. نعم. وهلا وصلنا على الجمل. هذا الجمل، في جملين طبعا، الجمال العربية. هذا الخيل السوري. هذا طائر فلامينغو والبجع اللي فوق. وهذا هذا بط. وهذا شو هي؟ نفسه بط كمان. هاي كلاب الهسكي بيستخدموها بفنلندا، طبعا السويد، شمال السويد والنرويج، فنلندا. نعم. هذا احد الاسود. في كميه، في عدد من الاسود، شيء 15 اسد في عندكم تقريبا. هون في عندنا الاشهل واقف ما شاء الله. سمع صوت مدرب. ايوه، هو شاب بفوت لعندهم، ما شاء الله. ليك بالفعل. هلا فايتين لعند الاسود على اقرب نقطه مسموح لنا نوصل. سمعانين صوت الزئير. يا جماعه شيء مرعب جدا، شيء مرعب جدا. واقفين مع المدرب الشاب.
الصوت ولحال. يعني انتوا عم تشاهدوا، ولكن المعيشة الوقوف هون قدامه مرعب جدا. كم كيلو لحم بياكل يوميا ما شاء الله؟ 25 يوميا. كل واحد هلا كل واحد شكل. كل واحد شكل. كبر. نعم. هو الاسد يمكن اكثر شيء بياكل اكثر منه. هلا فايتين على قلب القفص اللي موجود فيه الاسد. بعد معاك وطلعت. جيبوا بسحبوا فورا. لا معاه مدرب. لازم تخلي مترين 3 امتار 4 امتار مشان تلحق تهرب. هذا الباب مفتوح وراي مباشرة، وهذا الاسد. قد إيه عمره تقريبا هذا الاسد؟ تقريبا 6 سنين. كم سنة بعيش الاسد؟ بالمحمية بس 27 بين معناته بعده شاب، يعني يعتبر شاب. ياكل تقريبا حوالي 26 27 30 كيلو لحم يوميا. هذا كانوا نوعه غير مختلف عن هدول. ما له هذا حار الوبر اللبجة. ايوه هذا الرجل، بس ذكر هو هذا. ذكر ما شاء الله ارتفاعه. انت من صغرهم يعني انت معهم هون؟ لا هذا ما بتفوت عنده فتت فوق يعني، ابدا. بس كسرني بالله فما بقى. هذا المشكلة بده يلعب. بده يلعب. سبحان الله، بضل الغريزه كلها. يلعب معه هيك شايف؟ نعم. اليوم جاي عباله بيلعب معك يا عم. هذا السبل موجود فوق قاعد. سيمبا بس ليش ما بينزل بالوقت قاعد فوق؟ نعم. فيك نام. خليه ينام. قال له نام، دغري قلب على ظهره. الوقوف دائما منهم يعني خوف بالفعل. يعني ممكن عم شاهدوا من وراء الكاميرا انتم ما تحسوا بهاي الرعبه اللي عايشها، ولكن بالفعل شيء مرعب جدا. سبحان الخالق، سبحان الخالق. هذا قد ايه عمره؟ هذا اكثر ولا هذا بعده صغير؟ هذا هالحجم وبعده صغير. معناتها هدول الاشبال اللي شفتهم هنيك 3 شهور. الا 4 5 ايام. هلا فايتين على القفص. كلهم فوق. لا سكروا شو. هذا طبعا في اسد ولبوتين ما يعني السرج قرب اكثر من هيك. لا هو لانك معاه. نعم. هلا اللي هو معاه صرنا لقمه. ما قدرت تقرب اكثر من هيك. في رهبه. نعم في رهبه. في رهبه قويه. هذا شبل. هاد شبل كمان. مو أسد. 2 و7 شهور وكل مخيف لهالدرجه ما شاء الله. هون كمان في اسود. سكر القفص نزلنا. هذا لونه ابيض. هذا من الاسود النادره. هذا من الاسود النادره لونه ابيض. اذا سمعنين صوت زئير الاسود من الاقفاص الثانيه صوت مرعب. سمعنين في اسود هنيك وراي. في هون اسود اسمه بقر. عم نقول له صباح الخير ويرشه بالمي مشان كده. رح نقرب لكم الكاميرا. صباح. انتم شايفين وراي مباشرة النمر، بس لانه هذا بيجي يعني منخفض اكثر من الاسد، بينام اكثر من الاسد. ما بين من عيونه، من عيونه مبين بعده نعسان. اجى باتجاهنا. رجع السطح. هلا رايحين نشوف الدب البني. اذا كان جوعان ممكن يغدر. هذا الدب بس. ايوه بيغدر. تعكير مزاج مثلا بيعطيك نعم. انه لا تطلع عندي. نعم. بفترة الزواج فقط ممكن يغدر. هلا هون الرهبة الأساسية كمان الدب الروسي البني دغري اجى لعنا. باي. شوفوا لي اظافير، حتى يعني ما عم بسرج قرب الكاميرا على القفص.
هذا مزوج، هذا ابنه لهداك، هاي انتايه. ايوه ضفيره دخيلك يا رب. الاسد اقوى ولا الدب؟ انا ما جربتوها لانه هذا السؤال الابدي، النمر اقوى ولا الاسد؟ النمر اقوى. النمر بس مو هذا النمر صغير هذا. ما دخل العضلية والله ما تطلع لك هذا نطته 3 امتار ما شاء الله. انا قاعد بين القفص النمر مرقط وبين الدب الروسي البني. طبعا هاي الانثى وهذاك الذكر بيكون حجمه اكبر. هلا كلهم بيطعمون لحوم حمراء ما هيك؟ بياكلوا دجاج احيانا. بياكلوا دجاج وعندنا وزنه في الاسبوع. هلا الدخول عند الاشبال. هدول ذكرين والانثيين اعمارهم شي 3 شهور ما هيك؟ حوالي 3 شهور. صغير وعنده كل شخ. والله شبل عمره 3. انت بيخافوا منك مو انت. له رهبة الأسد، ما في مجال. له رهبة الأسد. هذا معصب. هلا هذا في عندنا النسر أمريكي إذا شايفينه واضح. هون الديك الرومي أو الدجاج الرومي معروف. في عندنا هون الصقر بس لازم يكون واضح كمان موجود على العمود. هاي البومة الملكية. نعم سبحان الله. البومة هي الطائر الوحيد اللي ما بيطلع له صوت وهي طايرة. يعني هذا المكان مناسب للعائلات اللي بده يجي يجيب عائلته لهون، أطفال صغار. المكان آمن، مكان نظيف، في أماكن، في بوفيه مفتوح، في يعني الخدمات تقريبا كامله. هون في مسرح بيعملوا حفلات. هون استاذ عبد بيسووا لسه ما صارت، يعني ان شاء الله شهر شهرين 3 ان شاء الله بصير جاهزه. ولكن مكان جميل، في مثل ما كنا شايفين مقاعد خشبيه بيقعدوا العائلات. يعني امام مني المكان نظيف، وانا اجيت فجاه يعني بدون اي ترتيبات، والمكان الشباب طيبين محترمين جدا، استقبلوني احلى استقبال. الله يعطيكم الف عافيه. في كثير حيوانات نادره جدا.